تشيز كيك مقلوب. طريقة تقديمه عفوية وحلوة، صحيح مكسرة بس الطعم ولا أحلى. أحتاج بسكوت لوتس، بسكوت دايجستيف، أطحنهم، أضيف عليهم زبدة دايبة، أخلطها كويس وبعدين أحطها في صينية تشيز كيك مقاسها 6 إنش. أحط زبدة اللوتس وأبدأ أعمل طبقة التشيز. أحط حليب مكثف محلى، قشطة، جبنة كريمية، فانيليا. أخلط كويس وأغطيها بباقي كمية البسكوت. حتروح على فرن حرارته 170 درجة مدة نص ساعة، بعدين أتركها تبرد شوية كده، نص ساعة و45 دقيقة، وبعدين أقلبها. حيكون الحلا معايا دافي، راح أكسره وأقدمه. تعالوا شوفوا معايا زبدة اللوتس مع طبقة التشيز، كله لذيذ وطعمه رائع. حقيقي الحلا ده من أحلى أنواع التشيز كيك، وبالعافية.